الكالسيوم أساس العظم والأسنان. إيه هو الكالسيوم؟ الكالسيوم معدن أساسي بيمثل أكتر من 99% منه في العظم والأسنان، والباقي مهم للأعصاب والعضلات وضربات القلب. أهميته إيه؟ بيقوي العظام والأسنان، حماية من هشاشة العظام، انقباض العضلات ونقل الإشارات العصبية، تنظيم ضربات القلب وتجلط الدم. إيه هي أعراض نقص الكالسيوم؟ بيحصل تقلصات عضلية وتنميل في الأطراف، هشاشة أو ضعف في العظام، تسوس في الأسنان، اضطراب في ضربات القلب، إرهاق وضعف عام. الجرعة اليومية هي حوالي 1000 ملي يوميا، وبتزيد ل 1200 للسيدات بعد سن ال50 سنة. إيه هي مصادر الكالسيوم؟ أغنى الأكلات بالكالسيوم اللبن والزبادي والجبنة، السردين والسلمون بعظامه، الخضار الورقي زي السبانخ والجرجير والبروكلي، اللوز، السمسم والطحينة، فول الصويا ومنتجاتها. إزاي تحسن امتصاص الكالسيوم؟ فيتامين دي مهم جدا لامتصاص الكالسيوم، عشان كده حاول تتعرض للشمس من 10 إلى 20 دقيقة يوميا. كمان لازم تاخد معاه فيتامين سي، مثلا زي كوباية عصير فراولة أو عصير برتقال عشان يزود امتصاص الكالسيوم. حاول تبعد عن الشاي والقهوة في الوجبات لأنها بتقلل من امتصاص الكالسيوم. زيادة البروتين بيساعد بس بدون إفراط. التوازن مع المغنيسيوم وفيتامين K2، لازم تكون مظبط أكلاتك يكون فيها مغنيسيوم وفيتامين K2. بس خد بالك، صحة عظامك بتتبني من بدري، وكل ما تهتم بالكالسيوم بدري كل ما عظمك يفضل ثابت وأقوى ويقوى معاك طول العمر. ولو اهتميت بالكالسيوم وفيتامين دي من دلوقتي عظمك هيبقى أقوى، فرص الكسور وهشاشة العظام هتقل جدا، هتفضل قادر تتحرك وتعيش حياة نشيطة من غير ألم. يعني باختصار، اللي هتعمله النهاردة جسمك هيشكرك عليه بكرة.